السلام عليكم. الفيلم كيحكي قصه حقيقيه على بنت كوريه عايشه في امريكا. القصه العنوان ديالها ايدن باسم بطله القصه. كيبدا الفيلم ديالنا بنت مربوطه في الكفر ديال الطوموبيل وكتغوت وكتحاول تفك راسها، وراجل واقف قدام الكفر وكيشوف فيها وما مسوقش. نرجعوا بالاحداث في شهر يونيو 1994 ملي كانت يونغ جي كتعاون باها في المحل ديالهم. بصراحه اسم يونغ جي ما عجبنيش، غنسميوها حنان، وكنتمنى واللي سميتها حنان ما تقلقش. حنان عطاتها صاحبتها واحد لاكارت قالت لها تقدر تدخل بها لاي نادي في امريكا، وخرج باها وقال لي عطيني يا بنتي حنان واحد الكارو من الباكيه اللي مخبيها. جابت لي الكارو وقال لها ما تقوليش لماماك راني كنكمي، وعطاها واحد الخاتم قال لها كنا ولي نعطيوه لك نهار تخرجي، وقال لها انا غنمشي ندي شي سلعه لماليها. وقبل ما يمشي قال لها خاصك تقطعي داك الكارو. رجعت حنان للمحل ولقات امها كتحاول تخدم الماكينه ديال الكاشير وما عرفاتش، وعلماتها حنان كيفاش تخدمها. الام ديال حنان قالت لها هاكي هاد الحسابات خاصك توجديهم ليا نهار اثنين باش نديهم للبنكه. حنان طلبات من امها تخليها تمشي تسهر في الليل، لكن امها رفضات وقالت لها ما تخافيش عليا، بابا غادي يرجعني في الطوموبيل. ووافقت امها وقالت لها ما تنسايش غادي تعاونيني في تنظيف الدار في الويكاند. قالت لها حنان موافقه، انا اصلا كنعاونك كل سيمانه. وفي الليل لبسات ومشات مع صاحبتها للبار، وملي دخلوا للبار عرض عليهم واحد الشاب لابس كوستيم انيق وباينه فيه شخصيه. جلسوا معاه كيشربوا العصير. واحد شويه صاحبتها ناضت. حنان بقات بوحدها مع الشاب وقال لها انت صغيره على انك تجي لهاد البلايص. شويه وهو ينوض كيهضر في التليفون وخلاها، وهي تنوض باش تمشي وكتقلب على صاحبتها وما لقاتهاش. الشاب الانيق قال لها انا غنوصلك. ركبات معاه وقال لها اش بان لك نضربوا شي دوره قبل ما نوصلك للدار. قالت ليه لا. شويه وهو يوقف قال لها ندير واحد المكالمه ونرجع. شي واحد كان واقف موراهم ضرب فيها الضوء مجهد. هنا خافت حنان وهبطات كتجري، وجا شي واحد موراها وضربها لراسها حتى فقدت الوعي. نمشيو عند واحد السيد سميتو بوب سايق طوموبيل وكيهضر مع ولده في التليفون. وصل لواحد الفيرما عند واحد السيد سميتو لوروا، لقاه واقف مع البوليسي وكيوريه واحد الجثه ديال شي بنت مرميه في واحد الحفره ديال المزرعه. البنت كاع مجروحه وميته. وسولو بوب قال لي واش عايش معاك شي واحد هنا في المزرعه؟ قال لي لا عايش بوحدي. مشى بوب للطوموبيل جاب السلاح وقتلهم بجوج، صفى عليهم لا هو ولا البوليسي. وفي واحد الطوموبيل ديال النقل مسدوده كاينه فيها حنان ومعها جوج ديال البنات كيبكيو وباين فيهم الخوف. وقفات الطوموبيل وقف قدامهم واحد الراجل كبير في العمر وشاد بيل كيضوي فيهم، وخرج حنان من الطوموبيل وداها. وملي فاقت لقات راسها متكيه في باياس ويديها مربوطين بالمينوط، وقدامها واقف واحد الراجل ما كتعرفوش. وشويه دخلات واحد الطبيبه وشادها حقنه في يديها. حنان بدات كتغوت وكتقول لها بغيت نعيط لبابا وماما. وملي ما بغاش ترسى عيطات الطبيبه لذاك الراجل باش يشدها، وفعلا الطبيبه درت ليها الحقنه. هنا حنان تبنجات وما قدراتش تحرك، قلبات ليها اسنانها ومن بعد عوماتها. وملي كتفيق حنان كتلقى راسها في واحد الزنزانه ومعها بزاف ديال البنات بحالها. ومن بعد جا واحد السيد وكيعيط على البنات وهما يوقفوا وخرجوا. هاد السيد هو خونا بوب اللي قتل البوليسي وصاحبه. جاب لهم واحد الصندوق فيه شي مشيشات صغار وكيطلب من كل وحده تاخذ مشيشه، ولكن حنان كاع ما وافقات وبقات بلاصتها متكيه. ومشى عندها بوب وقال لها بلا باها بلغ على الاختفاء ديالها، وقال لها كاع المعلومات عليها وعلى باها وامها، وبانهم يلاه هذه مده باش جاو لامريكا. وقال لها بلا سميت حنان ما لايقش على بنت امريكيه بحالك، وبلا غادي يسميها ايدن اللي كتعني البهجه والسعاده. وقال لها غادي نعطيك يومين باش تفيقي من الصدمه وتوقدي شويه معانا، وبلا خاصك تلتزمي بالقوانين ديال هاد البلاصه، وبلا خاصك تدوشي كل صباح وعشيه ومن بعد اي علاقه جنسيه وغادي تشوفك الطبيبه. وهددها الا تسببات في شي مشاكل غادي ادي ليها عائلتها حيت كيعرف عليهم كلشي. ومن بعد ما الطبيبه كدوز لكاع البنات كيوقفوا في الصف وكيفرقوا عليهم كساوي، وقال لهم لبسوهم وخرجوا مع ايفني. والنص ديال البنات الاخرين داوهم المكتب وقالوا لهم خدموا وجمعوا شهادات الوفاه والضمان الاجتماعي، وبلا غادي تجي الطبيبه تاخذهم منهم. اما البنات اللي لبسوا الكساوي مشى مع واحد الراجل سميتو ايفني. وفي الطريق ايدن سولات صاحبتها واش انت عارفه حنا فين غاديين. هو يغوت عليهم الشيفور قال لهم سكتوا ما نسمعش حسكم، وداهم لواحد البلاصه يتصوروا فيها ويديهم مربوطين بالمينوط. وجات وحده كتضربهم بالسمطه. ومن بعد ايدن بدات كتبكي وكتقول بغيت نرجع للدار، وصاحبتها بدات كتواسي فيها. ومن بعد داها فوق لواحد الراجل وقال لها بالله خاصك تضحكي وما تبقايش بحال شي اله، وخلاها مع الراجل ومشى كيتسناها في الحمام وكيكمي المخدرات. وشويه سمع الراجل كيغوت ومشى كيجري لقاها بالله ضربات الراجل وكتحاول تهرب، وتبعها وشدها ورجعها للمقر ديالهم وربطوها وخباو عليها الثلج. وقال الخدامه ديالو خليوها هكا حتى للصباح. وملي خرج تلاقى عليه بوب وبدا كيغوت عليه قال ليه كون هربات لك كون قتلتك، وقال ليه ما تعاود تكمل المخدرات وانت خدام. ومن بعد طلب فوق من الخدامه ديالو يجمعوا
الشيشات اللي جاب بوب ويلوحوهم. ومن بعد عام كانت ايدن جالسه مع صاحبتها كيون وكتسولها على واحد البنت معاهم كيعاملوها معامله خاصه. قالت لها كيعاملوها مزيان حيت شافت فوغن كيقتل واحد البنت العام اللي فات، داكشي علاش كيديروا ليها اللي بغات. وقالت لها ايدن داكشي علاش خدات لي الخاتم ديالي. وقالت لها شحال دابا وهي هنا؟ جاوباتها كيون هادي سنين وهي هنا، وانا هادي 3 سنين باش جاوبوني. وقالت لها بعض المرات كيديونا لبلايص اخرين، وبالله العام اللي فات داونا لدبي. وسولاتها ايدن انت شحال عندك من عام؟ قالت لها عندي 15 سنه. وجاوباتها ايدن انا كبير عليك ب4 سنين. وجاوباتها كيون واش هما عارفين عندك 19 سنه؟ قالت لها ايدن ما عرفتش. دخل عليهم واحد ودا مع كيون، وايدن مشات معاه فوق النادي الليلي. وملي كانوا راجعين هرست الطالون ديالها وخباتو. وملي رجعت البنيقه ما لقات صاحبتها، ولقات البنت اللي خدات ليها الخاتم ديالها ناعسه، وجبدات الطالون وحطاتو ليها على عنقها وهدداتها باش طرد ليها الخاتم ديالها وعطاتو ليها في الاخر. ودخل فوغن وشدها وحيد ليها الخاتم وقال لها شحال هادي وانت مخبيه الطالون عندك؟ وما بغاتش تجاوبو. وقرر فوغن يعاقبها ودار ليها الخاتم في فمها وقال لها سرطيه. وقالت لي ايدن كاع البنات كيضحكوا عليا، وقالت لي خليني معاك في الاداره ولا قتلني حيت انا عندي 19 سنه وكبرت. وفوغن تعصب عليها وقال لي انا اللي نقرر ماشي انت. ومن بعد فوغن دا البنات ومعاهم ايدن لواحد الحفله وخدا الفلوس من مالين الحفله وحتى المخدرات. ومن بعد شويه طلب من ايدن تمشي معاه وعطاها النص ديال الفلوس، وقال لمالين الحفله عطيوني كمالة الفلوس. ودابز معاهم وقال لهم تزيدوني $300. ومن بعد بدا كيعلم ايدن تولي مدمنه بحالو. وفي الليل طلبات منه تدخل الحمام، وملي سالات جبدات الخاتم وغسلاته وعاودت لبساتو. والغد ليه طلبوا من البنات يوقفوا قدام البنيقات ديالهم وكيوزعوا عليهم الخدمات، وطلب من ايدن انها تبعو وداها للشقه ديالو وقال لها نطفيها وبلا ما تحاولي تهربي. وبلا ترجم الدار فيه اجهزه الانذار، وقال لها الا حاولتي تهربي عاوتاني غادي نتيري عليك بالفردي. سمعات هضرته وبدات كتنظف الدار، وهي كتنظف لقات التصاور ديالو ولقاتو مصور مع الشاب اللي كان السبب ديالها باش وصلت تما. ومن بعد فوغن داها وعطاها بلاصه البنت اللي كانت كتجاوب على التليفون السونتر دابيل. ومن بعد ولا فوغن كيدي مع ايدن باش يجيبوا البنات ويشريو المخدرات، يعني ولا كيعلمها الخدمه. ودار ليها حقنه من المخدر وداها كيعلمها تسوق، وبدا كيعاود ليها الاسرار الخدمه. ومن بعد قال لها صافي وقفي في الجنب حيت انا عييت من السوقان ديالك. ومن بعد رجعوا للمؤسسه ودخل فوغن شي بنات دايرين راسهم حاملات، ولكن في الحقيقه هازين جوازات السفر وبطاقات الهويه مزورين جايبينهم للعصابه. وفي نفس الوقت مول المؤسسه بوب كان كيعطي محاضره لمجموعه من الضباط على التجاره الغير الشرعيه في البشر، وبالله هادشي كيعطي اثر خايب على المجتمع. وفي نفس الوقت كيوريهم صور ديال الناس اللي خدامه في التجاره في البشر واللي كتهرب الناس لامريكا بطريقه غير شرعيه. ومن بعد ما سالات المحاضره ديالو عيط ليه الضابط طروف وقال لي راني صونيت عليك في المكتب بزاف د المرات، وبالله راني جيت باش نحقق في جريمه القتل اللي ماتوا فيها 2 الناس واللي وقعت العام اللي فات واللي مات فيها نائب مدير الشرطه وشخص اخر معاه. وقال ليه بالله عندنا ادله كتبت بالله كنتي في المكان الجريمه، وبالله عرفنا بالله كنتي مخدم التليفون في نفس المكان الجريمه. المجرم ديال بوب نكر كل شيء. وفي نفس اليوم كيجي اتصال للمؤسسه وجاوبت ايدن وعطاها الزبون المواصفات ديال البنت اللي بغات وسولها على الثمن، قالت ليه $600 وسكتت ما قالتش لفوغن. والنهار الثاني مشى فوغن مع بوب وداو معاهم ايدن باش يلوحوا البنت اللي ماتت في البحيره، وركبوا في القارب صغير ودخلوا ولاحوا الجثه في البحيره. وناض فوغن وصفاها لبو وقال ايدن بالله جات الاوامر من الفوق باش يصفيها ليه. ومن بعد داها معاه لعند صاحبه، وايدن طلبات من مول الدار باش تدخل الحمام وراها فين جا الحمام. وهي غاده لقات واحد الغرفه فيها الاجهزه ديال الولاده. ملي دخلت لقات صاحبتها حامله وقريبه تولد، عنقاتها وحاولت تهربها ولكن ما بغاتش. وهما راجعين داو معاهم بنت جديده، وفوغن حس بالله ايدن مبدله وسولها اشنو شفتي في الدار ديال صاحبي، وقالت لي راه كيتاجروا في الاطفال اللي يلاه تزادوا. وقال ليها راني عارف، وقال لها الا خنتيني من مور كاع هادشي اللي درت معاك ما غاديش نرحمك. وقال لها وقفي في الجنب ونزل البنت اللي معاه وعطى الاذن الفردي وقال لها قتليها. وملي ما قدراتش قال لها اختاري حياتك ولا حياتها. ملي حطات ليها الفردي فوق راسها قال لها وقفي غير كنضحك معاك، وبدا كيضحك معاها. ومن بعد ملي كانوا راجعين في الطوموبيل جات الفوغن مكالمه وقالوا ليه بدل المكان ديال البنات وديهم شي مكان اخر حيت كاين بيناتهم شي خائن. وملي رجعوا للمقر قتلوا الراجل اللي كان خانهم، وعاوناتهم ايدن باش يحرقوا الحوايج ديال البنات اللي كانوا تما. وخداو البنات في واحد الطوموبيل ومشات ايدن مع فوغن لدارو وعطاها الجوازات السفر المزوره وقال لها اختاري شي واحد ديال شي وحده تكون كتشبه لك. وملي ناضو خلاها دارت ليه ماده سامه في القرعه اللي كيشم فيها المخدرات، وملي شمها مات فوغن في البلاصه وقطعت جهاز التتبع اللي في رجليها وخدات معاها حقنه فيها مخدر. ومشات للدار اللي فيها صاحبتها وعطات جوا فيه الفلوس للراجل اللي خدام تما وقالت ليه بغيت نشري منك صاحبتي. وقال ليها هذا المبلغ قليل وهو يرفض ولكن نقدر نخليك تشوف فيها واحد 5 دقائق. وملي ناضو جات موراه وضربات ليه الحقنه في عنقو قتلاته. ودخلت عند صاحبتها وقالت ليها جيت باش نهرب، وقالت ليها صاحبتها ندو معنا حتى بنتي، وقالت ليها بلا بنتك ما كايناش هنا وبلا راه باعوها. ومن بعد هربوا في الطوموبيل وايدن عيطات على امها وغير سمعت الصوت ديال امها وبدات كتبكي. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا وكيشرفني بزاف الاشتراك ديالكم في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. والى اللقاء في قصه جديده وفيلم جديد.